السلام عليكم. والله الله يعيد جمهور الاتحاد. التذاكر نزلت اليوم من هنا 5 ساعات يا سيد الناس وخلصت من هنا. يهو طيب، اللي كان نايم، اللي كان في الدوام، اللي كان مشغول، اي حاجة. الصراحة يا اتحاد انت محظوظ بدا الجمهور. تعالوا نتكلم شوية عن اغلى مباراة في تاريخ الدوري السعودي. يلا بينا. في البداية إدارة الاتحاد كانت رافضة رفع سعر تذاكر المباريات خدمة للجمهور، وطلع الرئيس أنمار حائري في كذا مناسبة ووضح انه هو ضد استغلال الجمهور. فلسفتنا فيها انه احنا ننظر دائما لجماهيرنا انهم هم شركاء معنا في عملية البناء، تعرف جمهور كثير ضحى وكثير صبر، فمن الصعب انك انت يعني تحطه بنقطة خلينا نقول تستغل الجماهير. وفعلا الاتحاد من اقل الفرق والاندية سعر التذاكر، ولكن اول ما نزلت تذاكر مباراة النصر الكل تفاجأ بسعر التذكرة وهو 100 ريال، غير معتاد على تذاكر الاتحاد فرضه. ولكن انا اشوف الصراحة مبرر. لما يكون خصمك النصر، لما يكون خصمك عنده كريستيانو رونالدو، لما يكون خصمك هو منافسك المباشر على الدوري، انت كده ضمنت انه الجمهور راح يجي كده كده والملعب راح يفلل. وفعلا إدارة الاتحاد كانت صايبة وعند توقعها. الملعب فلل في أول 5 ساعات يا سيد الناس. بعد جميع التذاكر نزلت والتذاكر المتاحة. يا حظك يا اتحاد بهذا الجمهور. راح تكون مباراة ملحمية من جميع الأصعدة، ورب الحماس مليون. بحسبة بسيطة كده يا سيد الناس، عدد مقاعد ملعب الجوهرة في سعر التذاكر اللي نازلة زائد التذاكر الفضية والتذاكر الذهبية، راح يكون دخل المباراة من التذاكر فقط أكثر من 7 مليون ريال سعودي من مباراة واحدة فقط. ايوه نعم، 7 مليون ريال سعودي. وهذا يعني انه فعلا إدارة الاتحاد عندها كنز في جمهورها والله. ولكن زي ما قال الرئيس، احنا ما نحب استغلال الجمهور. وقفة احترام يا سيد الناس. في النهاية هذه اقوى مباراة في الاسبوع او في الجولة اذا ما كانت في الموسم ككل يا سيدي. مباراة الكل يترقبها، سواء جمهور الاتحاد او جمهور النصر او الجمهور اللي رايح يشوف كريستيانو. مباراة راح تحدد وبشكل كبير بوصلة الدوري على قولتهم. اكتب لي رايك في الكومنتات، تتوقع اتحادية ولا نصراوية ولا تنتهي تعادل يا سيدي؟ بس لو عجبتك الحلقة اشترك في القناة. دمتم سلام.